السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قصة جميلة جدا، يلا نسمعها سوا. يلا نسمع القصة الجميلة دي. إيه، بعث أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب جيش لحرب الروم. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعت جيش لحرب الروم، وكان من بينهم شاب من الصحابة هو عبد الله بن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وطال القتال بين المسلمين والروم، وعجب قيصر ده ايه، ملك، كان ملك الروم. اتعجب من ثبات المسلمين واصرارهم على الموت. يعني هم بيحاربوا، مش عايزين ينتصروا ويروحوا، لا، عايزين يحاربوا لغايه ما يستشهدوا. فهو اتعجب ازاي دول عمالين يضربوا ويحاربوا ويضربوا ومش خايفين من موت اصلا وثابتين، وازاي جرأتهم على الموت، يعني بيتجرأوا ازاي ان عايزين يموتوا. فأمر قيصر بأن يحضروا له بين يديه أسير منهم. هاتوا أي أسير حتى لو هم غالبينكم، أي أسير هاتوهولي أشوف الناس دي بتحارب عشان تموت، بتجري على الموت جري. فجاءوا بمين بقى يا حبايب قلبي؟ جاءوا بعبد الله ابن حذيفة يجروه، والسلاسل والأغلال في يده وفي قدمه. أسروه وخدوه قدام مع الأسرة، قدام ايه؟ قدام قيصر. فتحدث مع قيصر فتعجب من ذكائه وفطنته، فقال له تنصر وانا اعتقك من الأسر. تنصر واترك دين الإسلام وانا اعتقك من الأسر. قال له لا. عبد الله قال له لا. قال له تنصر واعطيك نصف ملكي. فقال له عبد الله لا. فقال له تنصر واترك دين الإسلام واعطيك ملكي واشاركك في الحكم. اديك نص ملكي كله واشاركك في الحكم معي، بس تنصر واترك دين الإسلام. فقال له عبد الله رضي الله عنه وارضاه والله لو اعطيتني ملكك كله وملك ابائك وملك العرب وملك العجم على أن أرجع عن ديني طرفة عين ما فعلت. الله أكبر، الله أكبر. فغضب قيصر وقال إذا أقتلك، إذن هقتلك. ما دام مش عايز تتنصر وأديك ملكي وتتنصر وأشاركك في الملك وأديك نصف ملكي، سأقتلك. فقال أقتلني. في ناس يا جماعة في أيام الصحابة كان بيتمنون الموت، لأن هيروحوا فين؟ في جنة ونعيم. فأمر به فسحبه وعلقوا على خشبة، يعني سحب عبد الله بن حذيفة وعلقوا على خشبة، وقال للناس اللي عنده ارموا السهام حواليه، فوق راسه من فوق وجنبه من ناحيته وجنبه من وتحت رجليه، بس ما تصيبهوش هو، علشان هو يترج ويخاف من السهام ويترك دين الإسلام. فكانوا يرمونه بالسهام حوله، وقيصر يعرض عليها النصرانية ويترك دين الإسلام، وهو يأبي ويقول له لا. فلما رأى قيصر إصراره أمر بأن يمضوا به إلى الحبس. قال لهم طب كده هاتوه احبسوه بقى، أنا مش هقتله، أنا هعذبه في الحبس، هاتوه احبسوه ومنع عنه الطعام ومنع عنه الشراب حتى أعذبه ويرجع عن دينه. فمضوا به يا حبايب قلبي إلى الحبس ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت ظمأ وجوعا. فمر عليه بقى يا جماعة أسبوع ولا أكل ولا شرب، لما كاد أن يموت. فأدخلوا عليه بقى إيه بقى؟ دخلوه لحم خنزير وخمر. طب اللحم خنزير ده محرم والخمر محرمة، بس ربنا سبحانه وتعالى قال لك إذا اضطررتم فأكلوه. فلما رأى هذا الطعام عبد الله بن حذيفة قال أعلم إني لمضطر ولذلك يحل لي، أنا مضطر وده يحل لي، ولكن لا أريد أن يشمت بي الكفار، لا أريد أن أشمتهم بي ويقولوا بص كله الحرام أهو، كل لحم الخنزير، كل شرب الخمر. لم أريد أن يشمتوا بي، فلم يقرب الطعام ولا يمد إيده عليه. سبحانك، الثبات عندهم كان جميل، وكانوا متمسكين بدينهم وأخلاقهم وقيمهم
تمسك عظيم. فأخبروا قيصر بذلك، فأمر أن له بطعام إيه بقى؟ قال لهم طب خلاص شيلوا الأكل ده وادوا له طعام حسن، أنظف أنواع الطعام، ثم دخلوا عليه أجمل بنت حسناء عشان تعمل معاه الفحشاء. راحوا مدخلوا له أكل شهي وأكل حلو طازة سخن، ودخلوا له بنت من أجمل البنات اللي في الدنيا بحالها. فدخلت عليه أجمل النساء فلم يلتفت إليها، مديها ظهره ولم يلتفت إليها. فلما رأت هذا المنظر خرجت وهي غضبانة بقى، زعلانة اللي ما فعلش بها الفحشاء، هي جاية عشان كده، سبحان الله. فخرجت غاضبة وقالت لقد أدخلتموني على رجل لا أدري أهو بشر أم حجر، والله لا يدري هو عني أنا أنثى أم ذكر. يعني لا بصلي شافني ست، ولا بصلي شافني راجل، ولا أنا أعرف إن ده راجل ولا ده حجر. فلما يأس منه قيصر أمر بقدر نحاس وغلى في زيت، وأوقف عبد الله أمامه، أو وقفوا كده أمامه القدر بيغلي زيت، وقال أحضروا لي بعد الأسرة، هاتوا لي واحد من الأسرة. فجابوا له واحد من الأسرة، فراح رميه في الزيت فطفق العظام فصرخ صرخة مدوية. لما رموه في الزيت صرخ صرخة ومات، وطفقت عظامه تتقلب في الزيت فوق الزيت، وعبد الله ينظر إلى العظام. فالتفت إليه قيصر وعرض عليه أن يترك دين الإسلام. قال له بص أنا عملت إيه بأخوك المسلم، سأفعل معك مثل هذا إن لم تترك دين الإسلام. فقال له لا لا، ولن أتأثر بهذا أبدا، ولن أترك دين الإسلام. فاشتد غضب قيصر، اشتد غضبه جامد، وأمر به أن إيه، قال لهم خلاص حطوه بقى هو في القدر الزيت، خليه يموت ويغور بعيد عني. فأمروا أن يحملوه ويطرحوه في الزيت. فإذا بالشاب حذيفة عينه تدمع. هنا فرح مين؟ قيصر. قال لهم استنوا استنوا استنوا. لما لقاه بكى قال لك خلاص هو هيرجع عن دينه بقى، نزلوه نزلوه، راح منزلينه. فرح فرح جديد كبير قيصر. فقالوا لا تنصر واترك دين الإسلام وأعطيك ما أمنحك كل ما تريد. قال له لا، لن أرجع عن ديني ولن أترك دين الإسلام. قال له إذن لماذا تبكي؟ ما أنا نزلتك من على القدر لما لقيتك بتبكي. فقال له أبكي والله لأن ليس لي إلا نفس واحدة تلقي في هذا القدر، أنا ماليش إلا روح واحدة هتترمي في هذا القدر، ولقد وددت لو أن لي بعدد شعر راسي أنفس كلها تموت في سبيل الله في هذا القدر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال له والله أبكي لأن ليس لي نفس واحدة تلقي في هذا القدر اللي بيغلي زيت، واتمنيت لو أن لي عدد شعر رأسي أنفس كلها تموت في هذا القدر في سبيل الله. فقال قيصر بعد أن يأس منه طب قبل راسي وأتركك، بوس دماغي وأنا أخلي سبيلك. قال له عبد الله بن حذيفة أقبل رأسك على أن تتركني وتترك الأسرى المسلمين معي، أنا موافق، في بوس راسك أنا موافق، بس قبل ما تتركني أنا أخذ الأسرى معي. فقال له أجل. فقبل عبد الله بن حذيفة رأس قيصر ثم أطلق سراحه مع باقي الأسرى. فقدم بهم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأخبروا بما كان منه، أخبروا باللي حصل معاه كله. فقال عمر بن الخطاب حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذيفة، وأنا أبدأ بكم. فقام عمر وقبل رأسه، وقام الصحابة جميعا وقبلوا رأس عمر رضي الله عنهم وأرضاه. ما أجمل سيرتهم، الله أكبر، ما أجمل سيرتهم، وما أجمل جرأتهم على الموت، وما أجرأ إصمامهم على الجهاد في سبيل الله وتضحيتهم في سبيل الله. هؤلاء هم الأبطال حقا. احنا دلوقتي لو مسك عيل عنده سنة وقال لك هرميه بالبلكونة بس قولي ما تقولش لا إله إلا الله، والله الأم ما هتقول يا جماعة لا إله إلا الله، وتقول له لا اترك ابني ومش هقول لا إله إلا الله. لو قالوا لها جوزك هيخرج مش هرجع لك بس ما تصليش، ولو صليتي هيموت، والله ما هتصلي. احنا متأخرين يا جماعة، واحنا في آخر الزمن والله احنا في أواخر الزمن،
علامات الساعة الكبرى بتظهر واحدة تلي التانية إن شاء الله. يا ريت إن الإنسان يتمسك بدينه ويتمسك بعقيدته ويتمسك بعبودية الله سبحانه وتعالى ويسبح لله ليل ونهار. ولو عجبتكم القصة يا حبايب قلبي ما تنسوش الشير وتفعيل الجرس والاشتراك في القناة ويوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظ الله ورعايته. يا ريت يا ريت يا ريت الكومنتات الحلوة واللايكات للحاجة هنية ويوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظ الله ورعايته.